دلوقتي اسمه ايه مع جونكير سمير على راديو العيلة. مستمعين راديو العيلة في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم اسمه ايه. اسمه ايه برنامج من القلب للقلب، هكون معاكم فيه جونكير سمير كل يوم حد الساعة 8. موضوع حلقتنا النهاردة عن العناصر. الحقيقة هو موضوع مختلف. زمان درسنا في الكيمياء كل العناصر. ايوه في الكيمياء، زي هيدروجين وهيليوم وليثيوم وكربون ونيتروجين واكسجين كل العناصر اللي وجعت قلبنا دي والحاجات الكتير جدا دي اللي هي كانت بتطلع علينا في الحفظ. بس لما حفظونا العناصر الكيميائية وعرفونا قد ايه ان العناصر الكيميائية دي مهمة جدا في الحياة وفي تكوين الطبيعة والجيولوجيا والتركيبات عناصر بقى اساسية يعني. نسوا يعلمونا حاجة مهمة جدا، ونسوا يعلمونا عنصر مهم جدا، وللأسف ان احنا مفتقدين العنصر ده جدا. العنصر اللي نسوا يقولوا لنا عليه هو عنصر الوقت. الوقت اللي هو بيعتمد عليه كل حاجة في حياتنا. عنصر الوقت في الحقيقة احنا بنستغل الوقت غلط، بنستغله أسوأ استغلال. لما نيجي نحسبها رجالة وستات، احنا كرجالة آخر اهتماماتنا الوقت. بنروح الشغل متأخر، بنصحى من النوم متأخر، بنروح متأخر، بنروح على مواعيدنا متأخرين عادي. كنت فين؟ زحمة على الكوبري. ما تفهمش يعني كوبري، بس هو زحمة وخلاص. بنستغل الوقت دايما متأخر. يا ريت بنستغله في وقته. يعني لما نيجي نحب احنا كرجاله، لما نيجي نحب كده نفضل بقى ايه، انا اقول لها النهارده بحبك، ولا لا اخليها لبكره، ولا لا استنى طب خليها بعدين انا خايف لحسن تعرف ان انا بحبها وتزعل، لحد ما ننام ونصحى نلاقي نفسنا بنحضر خطوبتها. ما شاء الله علينا، يعني بنستغل الوقت صح جدا. لو جينا نبص للستات الستات بتستغل الوقت. الستات في الوقت حمادة تاني خالص بقى. الحقيقة الستات بتستغل كل ثانية في وقتها حقيقي يعني. وبرضه بيطلعوا عينينا في الوقفة قدام المراية. يعني ميعادنا بيبقى الساعة 3، هي ما شاء الله تجينا الساعة 6 عشان كانت واقفة قدام المراية. واحنا اساسا بنحسب جمال الست بتقييمات مختلفة تماما، يعني هي ما تعرفهاش اصلا. فهي يعني تفضل تصنفر وتحط في مش عارف ايه في وشها وبتاع ومش عارف ايه وشعرها ومش شعرها واحنا بنقيم مقاييس الجمال بحاجة تانية خالص. الحقيقة ان في عناصر كتير جدا في حياتنا كبشر بقى في العموم. اول حاجة طبعا مهمة فيهم جدا هي عنصر الوقت، اللي احنا اصلا ما بنستغلوش، ولما بنستغله غلط. الحقيقة احنا لو استغلنا الوقت او استغلنا الوقت المناسب في قراراتنا في حياتنا هننجح في قراراتنا، لانها هتبقى بعد تفكير صح وفي الوقت المناسب خدنا القرار. ولو اخترنا الوقت المناسب في اننا نصارح بعض بحبنا هنفرح كلنا، بدل ما واحد يفرح واحد يعيط، بدل ما واحد يتجوز والتاني يتطلق. لو خدنا القرار في الوقت المناسب في كل حياتنا هتختلف. لو اخترنا الوقت المناسب في اننا نعمل كل حاجة في حياتنا في وقتها وما نأجلش حاجة، مش هتبوظ حياتنا، ومش هنقعد نولول ونضيع ونقول ده احنا ضيعنا وعمرنا ضاع ورحنا وجينا وما عملناش. لازم نبقى عارفين كويس جدا اللي هيضيع مننا واحنا صغيرين مش هنعرف نلاقيه واحنا كبار. الموضوع منتهي، مفهوش فصال. الخلاصة ان حياتنا مليانة كراكيب، مليانة زحمة، مليانة دوشة. مولد وصاحبه غايب، والصاحب اللي غايب ده
هو الوقت اللي دايما بنستغلوش وبنستغله غلط. استغلوا وقتكم صح، مش هتندموا على اي حاجة وانتوا كبار. لو ضاعت منكم حاجة وانتوا صغيرين مش هتعوضوها وانتوا كبار. واختم الكلام هقول لكم سلام. كنتم مع اسمه ايه على راديو العيلة.